مرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة اليوم. غادي نشارك معاكم وصفة مميزة بزاف مشروب غريب شوية، ولكن كيحمق في المذاق والألوان. المشروب ديالنا اسمه سباركلينج دراغون ليموناد، عصير منعش صحي سهل وكيدير جو صيفي روعة. المقادير بسيطة ومتوفرة، وهذا هو سر الوصفة الناجحة. اختيار مكونات طازجة وطبيعية تعطيك ألوان زاهية ونكهات غنية. كل عنصر هنا عنده دور مهم في خلق تجربة منعشة ومميزة. وغادي نحتاج وحدة أو جوج من فاكهة التنين. هذه هي نجم الوصفة. فاكهة التنين معروفة بلونها الوردي الجذاب وبمذاقها الحلو والمنعش، وهي اللي غادي تعطي العصير ديالنا شكل رائع وطعم لا يقاوم. جوج حبات ليمون طري باش نضيفوا لمسة حامضة متوازنة مع الحلاوة، وملعقتين كبار من العسل الطبيعي اللي كيزيد النكهة ويعطي طاقة صحية للجسم، أو سكر بني حسب الذوق لأن كل واحد وكيفاش كيبغي الحلاوة. كأسماء غازي بارد كيضيف انتعاش وحيوية للوصفة، ومكعبات ثلج باش يكون العصير بارد ومنعش خصوصا في أيام الصيف، وأوراق نعناع طازجة للتزيين اللي كتعطي رائحة زكية ولمسة جمالية نهائية. ملاحظة مهمة: فاكهة التنين مشهورة بالألوان الزاهية وبالفوائد الصحية ديالها، فهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف اللي كيساعدوا على تقوية المناعة وتحسين الهضم. اختيار المكونات الطازجة هو اللي كيعطي للوصفة ديالك طعم خاص ويخليها صحية ومغذية في نفس الوقت. أول خطوة في تحضير عصير فاكهة التنين هي اختيار فاكهة طازجة وناضجة. من الأفضل دائما اختيار الفاكهة اللي لونها زاهي وقشرتها خالية من العيوب. بعد ذلك نغسلها مزيان تحت الماء البارد باش نزيل أي شوائب أو أتربة، ثم نقطع فاكهة التنين إلى نصفين باستعمال سكين حاد، ونشوف اللب الأبيض أو البنفسجي اللي كيبان من الداخل مليء بالبذور الصغيرة السوداء. باستعمال ملعقة نخرج اللب ديالها بكل سهولة، ونحاول ناخذ أكبر قدر ممكن من الفاكهة بلا ما نضيع حتى شي جزء منها. دابا نحط اللب اللي خرجناه في خلاط كهربائي. هذه المرحلة مهمة باش نحصل على قوام ناعم ومتجانس. نضيف عليه عصير جوج ليمونات كبار، واللي غادي يعطينا الحموضة الطبيعية اللي كتوازن مذاق الفاكهة الحلو. إذا بغيتوا نكهة أكثر انتعاش ممكن حتى تضيفوا شوية من قشور الليمون المبشورة. هذا المزيج بين الحلاوة والحموضة كيعطي العصير ديالنا طابع خاص ومذاق لا يقاوم. من بعد نزيد ملعقتين كبار عسل طبيعي. العسل هنا ماشي غير للتحلية ولكن حتى للفوائد الصحية اللي كيضيفها للمشروب. العسل غني بمضادات الأكسدة وكيعطي طاقة طبيعية للجسم، وكيعوض السكر الأبيض اللي غالباً ما كيكون مضر. إذا كنتم من محبي النكهات القوية يمكنكم اختيار عسل الزهور أو عسل البرتقال باش تزيدوا نكهة مميزة للعصير. نغلق الخلاط ونخلط المزيج مزيان حتى يولي عندنا عصير بنفسجي كثيف وجميل. خاصنا نتأكد إن جميع المكونات اندمجت مع بعضها البعض وما بقى حتى شي قطع كبيرة. القوام هنا مهم بزاف، خاص العصير يكون سميك ولكن في نفس الوقت سهل يشرب. إذا حسيتوا العصير ثقيل بزاف يمكنكم إضافة شوية ماء بارد باش تخففوه حسب الرغبة. الآن نجيب كأس كبير ونحط فيه مكعبات الثلج الكثيرة. نصب العصير فوق الثلج باش يبرد بسرعة ويحافظ على نكهته المنعشة. هذه الخطوة كتخلي العصير مثالي لأيام الصيف الحارة أو لأي وقت بغيتوا فيه مشروب يبرد الجسم وينعش الروح. منظر العصير فوق الثلج كيزيد من جمالية التقديم وكيشجع أي واحد يجربه. المرحلة الأخيرة نزيد فوق العصير الماء الغازي البارد. هذه الإضافة كتخلي العصير فيه فقاعات منعشة وحيوية وكتعطيه طابع عصير كوكتيل احترافي. الماء الغازي كيساعد حتى في تخفيف العصير إذا كان مركز بزاف، وكيعطيه إحساس خفيف في الفم. شوفوا معايا كيفاش الفقاعات كتطلع وكتتحرك وسط العصير، كتعطيه حياة وحيوية. هذه هي اللمسة الأخيرة اللي كتخلي المشروب مختلف ومنعش بزاف.
كل رشفة كتخليك تحس بالانتعاش والطاقة، وكتخلي العصير مثالي لأي مناسبة أو جلسة مع الأصدقاء والعائلة. جربوا وشاركونا رأيكم في هذه الوصفة الرائعة. باش نخلي العصير ديالنا كامل ومتناسق، نزينوه بورقة نعناع خضراء ونديروا شريحة رقيقة من الليمون على الجنب. تقدروا تزيدوا حتى شوية من بذور الشيا أو حبوب الرمان باش يعطي شكل جميل ومغذي أكثر. وها هو سباركلينج دراغون ليموناد واجد أمامكم بكل انتعاشه ونكهاته المميزة. حضرناه اليوم خطوة بخطوة، من اختيار الفواكه الطازجة إلى تقديمه بشكل جميل يفتح النفس. هذا المشروب ليس فقط منعش، بل صحي أيضاً، غني بالفيتامينات والألوان الطبيعية التي تبهج العين وتنعش القلب في عز الصيف. جربوها في الأيام الحارة أو حتى في المناسبات مع العائلة والأصدقاء، وستلاحظون الفرق في الطعم والجو العام. يمكنكم إضافة المستكم الخاصة أو تغيير الفواكه حسب ذوقكم. وطعم يبرد الجسم فالحر ديال الصيف. شاركوني تجاربكم في التعليقات، وأخبروني كيف كانت تجربتكم مع هذه الوصفة، أو إذا عندكم أفكار جديدة تحبون تجربتها. ولا تنسوا تدعموني بلايك للفيديو وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد من وصفاتي السهلة والسريعة، واشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد دائما. شكرا لمتابعتكم ودعمكم الدائم. نشوفكم في وصفة جاية بإذن الله مع أفكار منعشة وجديدة. إلى اللقاء.